لو تسمحي لي، يعني عندي سؤال ليكي. هو انت بتخجلي من جسمك؟ بتتكسفي منه؟ سؤال بصيغة تانية، بتحسي بالعار من جسمك عشان في زيادة في مناطق معينة، أو نحفان ومش واخد الكيرف المثالي اللي بيبلغونا بيها الأرصاد؟ يعني مع السلع والأبديتس والجايد لاينز والتحديثات بتنزل كل شوية، فاحنا بنقارن بقى نشوف أجسامنا دي، حتة اللحمة دي. وأنا أسفة إني بقول كده، مش أسفة ليكي، أسفة عليكي. المهم بقى نشوف مدى توافقها للمعايير اللي محطوطة. في سؤال جريء تاني لو تسمحي لي، هو أنت لابسة الحجاب والجلابية الواسعة والإدناء عشان اخترتيه بجد بجد، ولا عشان بتحسي فيه بالأمان والحرية المزيفة، عشان شال حمل هم جسمك اللي مش موافق للمعايير فمش عاوزاه يبان، فإحساسك إنك طايرة زي الفراشة والحمامة وإنت لابسة هذا اللبس الواسع نابع من إنك أخفيتي هذا العار اللي بتحاول سنين مع الدايت ومش راضي ينزل، أو بتاكل أكل الدنيا ومش راضي يزيد. نخلينا صراحة، احنا قلنا ورا كل نية، ورا كل اختيار نية. إجابتك مش لازم العالم يسمعها، المهم إن أنت تجاوب بصدق مع نفسك. أصل احنا كده أوقات كتير منطوع الدين اللي احنا فاهمينه على حسب فهمنا، يعني لإرضاء رغبات جوانا ولإخفاء حاجات جوانا، ومنلبس حاجات في حاجات مش بتاعتها. أنا عارفة أن أنا بقول ألغاز، بس أنت ناصحة وهتفهميني. ما هو أنا بقى يا ستي لو اتكلمت بشكل واضح السسبنس هيروح. التفكير اللي أنا عايزة نشطه جواكي مش هينشط، لازم منشطات، هي دي بقى منشطاتي. تعالي نقعد قعدة صحة مع بعض. بصي يا ستي، جسمك ده مش لحمة ولا بهيمة عشان نحاول نعلفه شوية فيتملي لحمة تغري أكتر فتتحب أكتر، فنحس مشاعر جميلة أكتر، ونحس بالسعادة والقيمة أكتر. شفتي؟ جبتلك السايكل من أول ما جابها أبوها على وش الدنيا لحد ما جابت المولود السعيد، وهنسموه سعيد عشان الحبكة تكمل. في حالة تالتة محتاجين نذكرها هنا. بنت جميلة وصلت للجسم الفورتيكا وبتاخدها قوة لملء فجوة وفراغ جواها من ذكور، ويدخلوا معانا اخواتنا الجميلات اللي بتقعد 25,000 سنة ضوئية من البيك اب الرائع قبل ما تخرج وتتشاب. ليه؟ لإخفاء الهالات والحبوب والتصبغات لإظهار جمال مزيف، ولإخفاء عار وضعف وألم. في بنات ما بتقدرش تخرج من غير مكياج، ما بتقدرش تخرج إلا لما تحط هذا القناع. هنا محتاجين وقفة حقيقية، ونقف لحد هنا. يمكن الفيديو ده يبقى لطشة ألم محتاجينه من فترة للتانية، معلش. دي بقى بتتسمى منشطات تعالي الأدرينالين وتنعنشه. يا مدلع انت يا جميل. سلام، نتقابل في قعدة تانية.